السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم حضرت معكم عسل منزلي كيجي رائع وبثلاث مكونات فقط، وكيجي عسل ناجح 100%. العسل اللي كنستعملوه المعسلات الرمضانية كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي غزال رائع وخفيف. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك، واللي اول مره كيشوفوا القناه او لا كيشوفوا هذا الفيديو هذا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. ونخليكم دابا مع طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج هنايا القلب ديال السكر، ممكن اننا نديرو سنيده. هذا القلب هذا كيوزن 2 كيلو، وغادي نحتاج ليه اطرو ديال الماء. هاد القرعه هذه راه كتهز اطرو ديال الماء. بالنسبه اللي ما عارفش ممكن انكم تعبروا بالكاس ديال العصير اللي كنطحنوا فيه العصير، راه غتلقاو فيه العبار ديال لتر صافي. وهنايا غادي ندير هذا القلب هذا في الكوكوط، غادي نديرو في الكوكوط بحال هكا، وغادي نفرغ عليه هذا اللتر هذا ديال الماء، وغادي نخلي هذا القلب هذا يذوب في هذا الماء ليله كامله حتى نغد ليه في الصباح ان شاء الله. وغادي نحضروا العسل ديالنا ان شاء الله. نتلاقاو غدا في الصباح ان شاء الله. الا دابا بعد ما بيتنا هذاك السكر في الماء كيجي على هذا الشكل هذا، ها هو كيذوب مزيان، كيجي على هذا الشكل هذا. كنحركوه مزيان قبل ما نبداو نطيبوه باش كيعاود هذاك السكر كيذوب لينا مع الماء. ودابا بعد ما حركنا هذاك السكر مزيان حتى داب لينا مع الماء كيجي على هذا الشكل هذا، غادي نضيف ليه نص حامضه قطعتها هكا دي طرونش على هذا الشكل هذا، نص حامضه. غادي نلح هاد الطروفه هادو كلهم بحال هكا، وغادي نضيف واحد شويه كوك هكا ديال عويده ديال القرفه. غادي نضيف غير عويده صغيورين لحقاش ما بغيتش العسل ديالي تكون فيها المذاق ديال القرفه تكون طاغيه بزاف. صافي غادي نحرك بحال هكا، غادي نسد على الكوكوط ديالي ان شاء الله، وغادي نديرها فوق عافيه تكون مجهده واحد شويه في الاول، مده تقريبا 4 او لا 45 دقيقه. 45 دقيقه وهي كطيب في الاول. غادي نجهدوا عليها العافيه. ملي تبدا الكوكوط كتصفر غادي نقص على العافيه تكون مهيله بزاف، تكون مهيله بزاف باش العسل كطيب لينا على خاطرها صافي. ومن بعد غادي نضيف ليها هاد المسكه حره. عندي هنا واحد شويه المسكه حره مدقوقه على هذا الشكل هذا صافي. هاد المسكه حره حتى هي كتضيف لذه زوينه للعسل. راه كنديرها غير بهذا الشكل هذا، غير الحامض والقرفه وهذاك المسكه حره راه كتجي زوينه بزاف في المذاق ديالها، بلا ما نحتاجو اننا نديرو دوك الاعشاب الاخرى المنسمه بحال الاتاي وقعقله والبسيبيسه وداكشي صافي. كما قلت لكم دابا غادي نرد الكوكوط باش طيب لينا هاد العسل هادي ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد. العسل ها هي طفيت عليها قبيله ملي فاتت 45 دقيقه، طفيت عليها ولقيتها بلي راه سائله واحد شويه بحال هكا، وقلت نردها عاوتاني نزيد لها واحد 10 دقائق هكاك ما غاديش نفوتها. هي كتجي على هذا الشكل هذا. العسل دائما ما كنحكموش عليها في الاول، كنخليوها حتى كدوز واحد 5 سوايع بحال هكاك ولا 6 سوايع، وكنرجعوا كنشوفوها الا جاتنا ثقيله وخصنا نجربوها في شي تبسيط ان شاء الله. نجربوها في شي تبسيط، وملي كندوزو صبعنا من وسط هذاك العسل
الا داز الصباع وما تخلطش العسل يعني راها صدقات. العسل ديالي هي طفيت عليها، كتجي على هذا الشكل هذا. زدتها كما قلت لكم واحد 10 دقائق بحال هكاك. هذا الليمون اولا الحامض اللي كنت درت فيها كيجي على هذا الشكل هذا، راه طايب مزيان. دابا غادي نزول هاد لي طرونش هادو ديال الحامض، غادي نزولهم ونزول حتى دوك العواد ديال القرفه حتى هما ما يبقاوش لينا في العسل. ودابا غادي نزيد ديك مسكه حره اللي كنت دقيتها، غادي نزيدها دابا وغادي نخلط مزيان مزيان هاد العسل باش كتنسجم ليا هذيك مسكه حره، كتخلي واحد المذاق زوين في العسل. ما حداها هي سخونه باش كتذوب لينا ديك المسكه. اذا العسل ديالنا راه كتجي على هذا الشكل هذا بعد ما خليناها حتى ارتاحت نيت مزيان. كنخليوها يوم كامل وكنجربوها كنشوفوها الا جاتنا ثقيله على هذا الشكل هذا وما كتقطعش. الا هزيناها بحال هكا وما كتقطعش كتولي خيط هكا من السما، يعني راه العسل ديالنا راها واجده وراها صدقات لينا. ايوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى هاد العسله هذه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وغادي نضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.